في حياتنا اليومية كتير بنقابل مواقف صعبة وضغوط كتيرة، وساعات بنحس إن الدنيا بقت ضيقة ومفيش فرصة لأي شعور بالأمل يفضل فينا وفي قلبنا، وبتتحول حياتنا وقتها لكتلة من المشاعر السلبية، ونبدأ نحس إن حياتنا بقت عبارة عن ليل طويل مفهوش نهار، ولا يمكن يجي من بعده نور تاني من كتر اليأس اللي بيتسرب لنفوسنا. لكن في عتمة ليل التجربة الصعبة نلاقي وعد من ربنا زي شعاع نور بيدخل لنا من الكتاب المقدس وبيقول لنا: فحول لأجلك الرب إلهك اللعنة إلى بركة، لأن الرب إلهك قد أحبك. والآية دي موجودة في سفر التثنية الإصحاح 5 عدد 23. وده مش مجرد كلام، ده وعد إن كل الصعاب اللي بنمر بيها دي في الحقيقة بتبقى لصالحنا، ومش آخر الدنيا، لكن بداية لحاجات كتير هنعرفها بعدين. المشاكل اللي بتيجي في طريقنا دي مش بتبقى علشان تكسرنا، لا، دي بتبقى علشان تقوينا وتطلع مننا نسخة تكون الأحسن والأفضل لينا ولحياتنا، من خلال قوة ربنا اللي بتشكل فينا وقتها وبتغير فينا حاجات كتير وبتورينا جوانب تانية كتير كان ممكن نكون غفلانين عنها وما نعرفهاش غير من خلال التجربة اللي بيسمح بيها. ربنا يا عزيزي مش بيسمح بالضيقة إلا لما يكون فيها خير لينا، والأجمل من ده كله إنه مش بيسيبنا نواجه الدنيا لوحدنا، ولا بيسيبنا في وادي ظل الموت لوحدنا، لكن دايما ربنا معانا وبيدينا القوة والصبر وبيعزينا ويبعت لنا السلام وقت التعب والضيقة، ونحس بإيده الحنينة دي وهي بتقومنا من وسط تعبنا وتقادنا. والمدهش أكتر يا عزيزي إن لما الزمن يعدي ونبص ورا هنلاقي إن الحاجات اللي كانت هدانة ومكسرة فينا هي اللي خلتنا أقوى وأحسن. والإيمان بإن ربنا بيحول الضيقة البركة بيدينا الأمل والقوة إننا نقابل الحياة بكل اللي فيها من تحديات من غير خوف ولا قلق، لكن بثقة إنه بيتصرف حتى لو مش عارفين إزاي. وفي الآخر لازم نفتكر دايما إن ربنا معانا بيحمينا وبيقودنا، وكل اللي بنمر بيه ده هيتحول لخيرنا وبركتنا، لأنه هو صانع الخيرات ومش بيسمح غير بالخير ولا بيجيب غير الخير. ولحد ما الضيقة تعدي لازم نصبر ونتوقع خلاص الرب. أنا بولا وجيه، وده بودكاست كنبة الحواديت.